أهم حاجة البرنامج بيقدر يحددها لك ويحسبها لك سعر المقاومة وسعر الدعم، سواء دعم أول ودعم تاني ومقاومة أولى ومقاومة تانية، عشان تقدر تحدد بالظبط استراتيجيتك في الأسهم أنت بتتابعها، وإمتى تدخل وإمتى تخرج منها. طيب، لو أنا شايف أسهم كتيرة جدا وأنا مش محتاج أتابع كل ده، فأنا بسهولة جدا بقدر أحدد الأسهم اللي أنا عايز أتابعها أو مشتري فيها أو اللي أنا بشتغل عليها. بحدد كل الشركات المفضلة بالنسبة لي، ومن خلال زرار ده بضغط عليه علشان يجيب لي الأسهم المفضلة بالنسبة لي بس، أو الأسهم اللي أنا بتابعها بس، لسهولة المتابعة والمراقبة، عشان أقدر أعرف أخد القرارات اللي أنا محتاجها مع الشركات دي، وإمتى أدخل وإمتى أخرج، أو أنا مستني نقطة معينة عشان أتحرك فيها لسهم معين. وبرضو عندي بسهولة جدا لو أنا عايز أدور على سهم معين، فمن خلال إن أنا بكتب اسمه فبيظهر لي بسهولة، أو بالكود بتاعه علشان يقدر يحدد لي السهم اللي أنا عايز أتابعه. طيب، أنا من هنا من خلال الضغط على اسم السهم في أي سهم من الأسهم دي، هيجيب لي التفاصيل الكاملة عن السهم ده. يعني آخر سعر هو قافل عليه، نسبة التغير بتاعه كانت صعود أو هبوط. لو أنا ليا أسهم في الشركة دي، بيبان لي هنا عدد الأسهم اللي أنا شاريها، متوسط السعر اللي أنا شاري بيه، إجمالي المبلغ اللي أنا شاري بيه، وإجمالي المبلغ الحالي بالنسبة لسعر السوق. وطبعا هيحدد لي مكسبي أو خسارتي في السهم ده، ونسبة المكسب أو الخسارة. وطبعا الجزء ده بيبين لي بيانات السهم المالية، وحجم التداول بتاعه والقيمة السوقية والإيرادات بتاعته وكل التفاصيل المالية اللي أنا محتاج أعرفها عن السهم أو الأسهم اللي أنا بتابعها. والجزء بتاع الدعم والمقاومة المهم جدا بالنسبة لنا، إن أنا أبقى عارف نقطة الارتكاز بتاعة السهم ده، والدعم الأول والتاني بتاعه، والمقاومة الأولى والتانية بتاعته، علشان أحدد قراري في الدخول أو الخروج هيكون إمتى.